السلام عليكم. من آلات الشلايض اللي ممكن انكم توجدوهم هي الشلاضه بالقوق. كناخذوا كاسرونه كندير فيها طريفات ديال الحامض والقوق. من بعد ما نقيته كنزيد ليه واحد شويه ديال الملحه وكنديرو كيتسلق بين 15 حتى ل 20 دقيقه. ردوا ليه البال، ما خصوش يطيب حتى كيهرا، راه القوق دغيا تيطيب صافي. من بعد ما كيطيب كنصفيه. ممكن انكم تفوروه الا بغيتوا. انا هنايا سلقته فزربت عليه سلقته. ممكن انكم تفوروه صافي. كنقطعوه طريفات بهذا الشكل وكنديروه في واحد الاناء وكنزيد ليه واحد البصله خضاريه. وقتها هذه البصله خضاريه كتجي زوينه في الشلايض. قطعتها رقيقه وغادي نزيد شويه ديال المعدنوس حتى هو مقطع رقيق. وغادي نزيد شويه ديال الزيتون مقطع، التوابل، شويه السودانيه، الكمون والملحه والزيت البلديه وعصير ديال واحد الحامضه. ممكن انكم ديروا الخل الا ما عندكمش الحامض او لا ما بغيتوش ديروا، الخل تيجي مزيان. وصافي كنخلطوا الشلاضه ديالنا وتنقدموها بالصحه والراحه.